embrace peace and unity for the development of the state. The state's new governor, Thejit Dadut Deng, made the call at Sharikat area in Juba on Thursday after a reception party organized in honor of his appointment as the governor. Thejit also called on the people of the state currently in other areas to return to their state. Meanwhile, a member of the Council of States, Honorable Mary Ayan Majok, who is also the chairperson of the Specialized Committee for Peace and Reconciliation, urged the community to cooperate with the new governor for better service delivery. The property al-faqr لازم يهربوا. ignorance الجهل لازم يهربوا بتعليم. في حاجة أساسي وأنا بقول لكم هنا وأنقولوا قبل ما أمشي روين أنا ما أتحمل أي فساد. I will not tolerate any corruption. I'm very honest to you. أنا اشتغلت في القضائية من 2003 ل 2012. أنا ما سرقت أي زول. يا هو بيتي بينا. أنا قانون بيتي من قش. أنا I'm very proud. وأنا فخور جدا إنه نقعد في قش بتاعي ده وما في حاجة بعلم ضميري بالليل إنه سرقت بتاع مواطن أو شعب. لما لفينا في كل المقاطعات هو زول ما عنده مشكلة مع أي مواطن تاني. نيجي عندي مشكلة تغير عن تبع الدين كون تغير تاكل كويسين تغير لا نمشي كايتي بري. كل المقاطعات اللي لفينا فوقه أي زول كان بيقولكم رتيجي يمندا ينيكو فاكر عند المشكلة كبيرة. المشكلة البسيطة اللي أنا داير أكون صادق. الناس كانوا بيقولوا لو في مشكلة حقنا بكون مثلا كانت أنت جاي وأنت جاي تقول أنت أيوه. لكن تيجي كان بيقول للناس نفس الكلام القيادة بتاعنا هنا قاعد يقوله إنه ما في حاجة اسمه أيوه ما في حاجة اسمه SPLM-IG. كلنا SPLM وياي SPLM وياي. طب نتيجة أكد الناس الكلام ده وفي مفهوم بتاعي وحاجة الفراس كل مواطن في البلد هناك إنه لما نقول IO ده زول البطل مواطن البسيط هناك. IO ده زول أدار يغلى حاجة ما حاجة بتاعه. معناته إذا أخواننا الفي SPLM أيوة قاعدين حسي هم ناس بتاع السلام عشان كده نحن في قيادة ونحن في SPLM قاعد نقول إحنا كلنا SPLM لكن عشان تنفيذ بتاع السلام لسه في مسميات شكلية للحاجة الموجودة وكم نتيجة هيجي أكيد الكلام ده بعدين. الحاجة الثانية تيجي لما لفينا في بكل المقاطعات هو كان راجل عمل شديد. يعني لما كنا قسمنا كان الأدوار الناس بيتكلموا فيه هو كان بيوصي الناس كثير لحاجة بتاع الشغل بتاع التنمية شغل بتاع الزراعة بالذات. يعني ما استراري بنمشي فيه وما اتكلم إنه خلي الزراعة يكون من الأولويات بتاعتنا عشان الناس ما يكونوا جعانين. وبالتالي أنا بشوف حتى أنت في ورطة لأنه أنت جيت في موقع بتاع المسؤولية الحس بيكون في يدك لأنه كلام كان بيكون سهل لما تقول لزول تاني سووا كده لكن حسي بقى أنت فأنت اللي هتاخد الرياضة في كل الكلام اللي كنا قاعدين نتكلم فوقه في المرة اللي فاتت. الجار نقول كمان ممكن للحضور في اليوم الأخير وغريبة إنه كان آخر يوم اشتغلنا آخر ليالي كان لو يكون مغرب ومنه طوال المتر مشينا للحاكم السابق قمرة ميون كان نحن ذاتنا كنا في رادة ومعانا ذاتنا حتى قمرة جبنا هاتي استاذنا منها على سلسلة بكرة خلاص نحن راجعين جوا منه حتى ما وصلنا بيوتنا يهو طلع القرار السيد. الناس كان بتتكلم في بعد ما القرار طلع على اساس انه
نحن طبعا ده حاجة طبيعي. حتى الليلة لما في يوم من الأيام كل زول يجي يبدلوا طبيعي إنه في ناس بيكونوا مبسوطين وبيكون في ناس زعلانين. لكن الشهادة اللي أنا داير أنقله كزول جاي من قرية البلد، ممكن كل الناس الموجودين حتى كبرت ميول نفسه هو كان بيقول للناس إنه ده حاجة أنا كنت عارف، لأنه يا جماعة كل وانا في ميولة الرئيس كان وصاو إنه أنتوا ناس ماشيين وتعرف إنه بكرة أو بعد بكرة هتسلم السلطة ده لزول تاني تنفيذا للاتفاقية. فأنا داير أنقل الشهادة ده إنه الناس حتى ميول نفسه كلامهم كان كلام إيجابي. إذا في ناس بنجموا متحد ما كل الناس طبعا بيقولوا كلام واحد، ده كويس عشان دائما للروح بتاع تعايش الناس موجودة فوق. كان في اجتماع الصباح وحتى كمر الجبنة نفسه برضه جاء مرة ويمكن مرة حتى بالمغار كان بتاع للحاكم. ده كان روح وده كان مبادرة كويس جديد. مشى سلم له وقال له كمر الميون أنا خلاص أنا راجع جوبا. فيا جماعة إذا بانروا هناك وفي فيمنام هناك ما شفنا حاجة بطال، خلينا هنا نبدأ من هنا. وقاعد يقولوا دائما إنه كل مشاكل بتاع جنوب السودان بيبدأ في جوبا هنا. خلينا أننا القاعدين هنا نتعاون مع قيادة بتاع كومرتيجي ونتعاون مع قيادة بتاع SPLM اللغاية حسي فوق كومرت ميول. الكلام البطال اللي بيطلع مننا هو ممكن يخرب الشغل الماشي، الشغل بتاع التعاون الحسي الموجود. أنا مبسوط شديد لأنه الوعد حقنا هنا والكلام اللي ممكن الناس وصلوا إليه. أنا بشوف إنه لو الناس اشتغلت به فعلا هنشوف إنه هيكون في استقرار في البلد، لأنه إذا ده تنفيذ الاتفاقية. Once again, let's have a quick. دعا مولانا تيك دود داو دينغ حاكم ولاية روينغ مواطني ولايتي إلى ضرورة عمل من أجل الوحدة والسلام والمصالحة في الولاية. جاء ذلك لدى مخاطبة احتفال الذي نظموا مواطني الولاية بيقوم بشركات، مضيفا إنه سيعمل على محاربة الفساد في الولاية. 5 انميز نعم the poverty الفقر لازم يهاربوا. ignorance الجهل لازم يهاربوا بتعليم. في حاجة أساسي وأنا بقول لكم هنا وأنقلوا قبل ما أمشي روين، أنا ما أتحمل أي فساد. I will not tolerate any corruption. I'm very honest to you. أنا اشتغلت في القضائية من 2003 ل 2012. أنا ما سرقت أي زول. يا هو بيتي بينا. أنا قانون بيتي من قش. أنا I'm very proud. وأنا فخور جدا إنه نقعد في قش بتاعي ده وما في حاجة بعلم ضميري بالليل إنه سرقت بتاع مواطن أو شعب. لما لفينا في كل المقاطعات هو زول ما عنده مشكلة مع أي مواطن تاني. تيجي أكيد مشكلة تغير عن تبع لأن كونت أتاقنا يكو يكون فين أتاقنا لا نمدي تاكي بري. كل المقاطعات اللي لفينا فوقه أي زول كان بقولكم رتيجي إن يمندا ينيكو فاكر عن المشكلة كبير. المشكلة البسيطة اللي فيه أنا داير أكون صادق. الناس كانوا بيقولوا لو في مشكلة حقنا بكون مثلا كانت أنت جاي تقول أنت أيوه، لكن تيجي كان بيقول للناس نفس الكلام القيادة بتاعنا هنا قاعد يقوله إنه ما في حاجة اسمه أيوه